هلو حبايب، شلونكم؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. انا اكيد عرفتوا ان المواد اللي موجودة شنو اللي راح نسويه اليوم حبينا انا واخويا نسوي كيكة. راح نحتاج اول شي هاي الطحين الفاخر احنا نستعمل دائما، هاي فانيلا وبيكنج باودر 2 وهاي عندنا 7 بيضات، وعندنا زيت نص قلاص او اكثر، يعني بكيفكم انتو او اقل عادي، بس المهم احنا نقول يعني شوية نص قلاص، نقول ما نقول اكثر. و3 قلاصات شكر لين يحبها حلوة يسويها، وقلاص لبن وقلاص حليب. هسه راح نبدي الطريقة وياي. هسه هاي اخويا بدا يطبق البيض هسه راح نشغل الخفاقة نسوي البيض. هسه راح ندير الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اول قلاص قلنا، هذا ثاني قلاص. انا هواية 3 بس هو عجبه يقول انا اريدها حلوة. وهاي ثالث قلاص. طرفين فانيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اول واحد، وهذا الثاني. وراح نخلي اللبن. وهسه راح نخلي الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسه هاي درنا هنا طحين 4 قلاصات، راح ندير الحليب فوقه، وراح ندير البيكنج باودر هاي الطرفين. هاي اول واحد وهذا الثاني، راح نخلطهن سوية. هسه خلطناهن سوية. هسه المفروض طبعا ندير الطحين فوق البيض والشكر، بس لانه الطاسة اصغر فراح نديره احنا هنا هذا فوق الطحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وراح نخلطه سوية. وهاي بشهادة جبولي يضحك لين عطس. هاي نخلطه كليته من جديد بالخفاقة. وهاي راح نضيف نص قلاص مي على مود تصير شوية خفيفة. هسه راح نخلطها من جديد. شفناها صارت شوية فيها سخن، لازم تصير خفيفة على مود تستوي. وهاي درناها بالقالب، كمان خلينا ورق زبدة، صارن 2. هسه شغلنا الفرن على درجة حرارة 180، انا مشغلته يعني من ذيك الساعة، وراح ندخلن للفرن. ابقوا وياي شوفوا النتيجة حبايب. وهاي حبايب مثل ما تشوفون هاي الكيك استوى، طلعناه من الفرن. شوفوا شلون. هسه نتركه يبرد وبعدين نرجع نقسمه. وهسه مثل ما تشوفون حبايب اليوم عجبنا نجرب الكريمة على الكيك. هاي قسمنا هاي الكيكة الصغيرة، وهاي الكبيرة هم قسمناها. وهسه راح نبدي وياكم نسوي الكريمة. عندي هنا كريمة الشانتيه، هاي عندي جوزي والابيض والوردي، واكيد لازم مي بارد، مي مجرش حضرت اني. وهسه راح نبلش بالكريمة.
وهسه حبايب راح نبدي اول شي الكريمة البيضة. هاي تصير بالباكيت كيسين، راح اخليهن اثنين، راح اديرهن وراح ادير وياهن هو المفروض كوب ونص. انا راح اخلي قلاص مي، قلاص صغير هذا مو كبير. هسه حبايب لان شفتها هواية الكيكة يحتاج هواية كريمة، خليت 4 اكياس يعني باكيتين، وراح اخلي قلاصين مي. هذا اول قلاص وهذا ثاني قلاص، بس قلاص صغير مثل ما قلت لكم، هذا مو قلاص كبير. وهسه راح اخفقه بالخفاقة. طبعا لازم مي بارد، مي بارد احسن، يعني اذا مجرش بعد احسن. تخلون تخفقون بيه لين يصير كريمة. شوفوا حبايب صارت بهالشكل هذا الختم مالتها. هسه اذا نخابتها بهالشكل هذا شوفوا تبقى ما توقع، ثخينة. هسه حبايب مثل ما تشوفون هذه الجوة اشتريتها اني من الشارع، اخذتها من المحلات. هذه اللي تفتر مال كيك، هذه ب5000 اخذتها، وهذه الصينية لأوحد اخذتها. هسه راح نبدي نخلي كريمة. هاي هسه حبايب مثل ما تشوفون خلينا كريمة، راح نخلي طبقة ثانية مال كيك. وانا اخوي دا يساعدني مثل ما قلت لكم. وهسه هم راح يخلي كريمة. وهسه راح يخلي الطبقة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. هم راح يخلي كريمة هسه. وهاي همين دا نخلي كريمة فوقاها. كيك مال المبتدئين، مو الكيك لا قصدي يعني التزيين مال المبتدئين. وهاي الكيكة كملت حبايب مثل ما تشوفون. هذا مبروش اخضر خليته فوقه. وهاي اول تجربة الي بالكيك، بالكريمة يعني مو بالكيك. وحبايب شجعوني حتى استمر اتعلم واسوي كيك، اعلمكم بعد اكثر. لان اليوم هاي كانت اول تجربة الي، يعني مجربة اني مو مجربة بس كتصوير، لا هاي اول مرة. وهسه اقول لكم حبايب احبكم، واذا عجبكم الفيديو اللي سويته اليوم لا تنسوني من الاعجاب والاشتراك بقناتي. هسه اقول لكم يلا حبايب باي، مع السلامة.